السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد البودين اللي كيجي رائع. نتمنى يا ربي تعجبكم الوصفه وغتعجبكم ان شاء الله. جربوها وردوا عليا. كما كتشوفوا عندي هذا المول هذا اللي القطر ديالو 20 ديال العرض ديالو وديال العلو ديالو 10. نتوما ممكن تستعملوا اي مول عندكم. انا دهنت الجوانب ديالو بالزبده، اما القاع ديالو ما دهنتوش بالزبده لحقاش غادي نديرو فيه هذا الكراميل. بالنسبه للكراميل الا دهنا المول ديالنا وعملنا هذا الكراميل هذا ما غاديش يلصق، اذا انا كندهن غير الجوانب باش ما يلصقش الكيك. اما القاعده ديالو القاع ديالو ما دهنتوش بالزبده. صافي عملت 100 غرام ديال السكر ودرتو فوق النار، هبطوا النار تماما وخليوه حتى يتكراميليزي، عاد حيدوه. صافي غادي نحاول ما امكن نخلي هاد السكر غير في القاع ديال المول، وغنخليه يعني نخدموا به مباشره، ما تخليوش حتى يبرد. انا غادا ندوز نقطع اليوم غنديرو هاد البودين هذا غنديروه بالجزر. يعني بالجزر بغيتو ديروا التفاح كذلك في القاعده ديالو، ممكن ديروا الجزر خزو، اولا ممكن ديروا التفاح. المهم انا بالنسبه للخزو غنقطعوا هاد القطعه هذه ديال البطاطا كما كتشوفوا. قطعوه على واحد الشرائح اللي يكونوا رقاقين بزاف. بصراحه كيجي المنظر ديالو كيجي رائع، كيجي زوين بزاف. غادي يعجبكم، جربوا. هذه واحد يعني واحد الاقتراح جديد. هاد الكيك هذا شفته في عند واحد السيده هنايا في اسبانيا، وبصراحه عجبني وقلت علاش لا نشاركه معكم. المهم هاد شرائح ديال الجزر اللي قطعت غادي نحاول ما امكن نديرهم على هاد الطريقه هذه. المهم نتوما كتشوفوا. في هذه الاثناء هذه بغيت نشكركم بزاف على على التعاليق الزوينين اللي كتخليو لي، وعلى المتابعه ديالكم الفيديوهات ديالي، كنشكركم بزاف. كما قلت لكم ما غاديش نبقى نتعطل عليكم، وانتم كتشوفوا انا دغيا دغيا رجعت لكم. عندي شويه الخدمه وانتم كتعرفوا يعني الانسان كيكون خدام على برا وكذلك عنده الشغل في الدار، يعني هذا مرات ما كيبقاليش الوقت. كما كتشوفوا ها انتم درت الجزر في الجوانب ديال المول كامل. ودابا غندوزو نوجدو الكيك ديالنا. بالنسبه للكيك ديالنا غادا ندير فيه 5 ديال البيضات كما كتشوفوا، يكونوا على درجه المطبخ، وواحد 150 غرام ديال السكر بني. الا ما عندكمش سكر بني ممكن تستعملوا السكر عادي، السكر الابيض. صافي غنبقى نخلط في هاد البيض والسكر، نخلطوه مزيان حتى يتبدل لنا اللون ديالو. وصافي غادا نضيف واحد 150 مليلتر ديال الزيت، زيت مائده، زيت بيضه. هاد الكيك بصراحه كيجي زوين بزاف. عملت 2 ديال العلب ديال جوجود ولا ديال دانون بنكهه الفانيلا، حنا كنقولها فاينيجا. 2 ديال العلب ديال جوجود. وغادا نضيف واحد 200 غرام ديال الدقيق الابيض كما كتشوف. صافي كما شفتوا انا حيدت الماكينه ونخلط غير بهاد الطراب اليدوي. غنخلطو مزيان تيتخلطوا لنا هاد المكونات. وغادا نضيف واحد المعلقه ديال النافع، وواحد 200 غرام ديال العنب المجفف اولا الزبيب، وواحد 200 غرام ديال الكركاع، وواحد 3 ديال الخزيوات اولا 3 ديال 3 الحبات ديال الجزر اللي حكيتهم في الحكاكه اللي كتكون العينين ديالها صغيورين. زدت كذلك واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. كما كتشوف كنخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم. ودابا غادا نحك واحد التفاحه. المهم هاد الكيك هذا كيجي رائع، كيجي رائع. واصلا ماشي كيك، هو بودين كيجي فازق من داخل، كيجي فازق. ممكن تشربوا به قهيوه، ممكن تشربي به واحد كويس داتاي، علاش لا تكوني غادا عند شي صاحبتك. المهم عملت هنايا 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. تكوني غادا عند شي صديقه ديالك ديه معاك، علاش لا. بصراحه كيجي زوين بزاف. كان الحلاوه ديالو خاص شفتوني عملت الكراميل في القاعده ديال المول، راه ما جاش حلو بزاف. في هذه الاثناء هذه عندي الفران شاعل غير من تحت على درجه الحراره 170، وغنديرو الفوق، يعني طلعوه في الفوق وديروا له درجه الحراره 170. وغادا نخلي الكيك ديالي على الاقل 41 اولا 45 دقيقه في الفران غير من تحت.
ومن بعد لا شفتوه ما تحمرش ليكم من الفوق، شعلوا عليه واحد 5 دقائق من الفوق حتى يتحمر. ايوا صافي هادشي اللي كاينه. دابا غندوز نجيب الكيك ديالي. كما شفتوا هذا راه بودين. انا قلت لكم كيجي من داخل ديك الزبيب وديك الكركاع، كيعطي له واحد التعليكه من داخل، كيجي معلك، كيجي رائع. غير جربوه وردوا عليا. والجزر والقرفه والنافع، ويعني فيه كل شيء. كيجي زوين بزاف ما تصوروش. صافي غادا ندوز نقلب الكيك ديالي. نتوما قلبوه. بغيتو تقدموه، يعني تقدموه كيف ما هو. قدموه. انا راه زدت له شويه ديال البيستاج من الفوق، يعني باش نزينو. صافي اما هو ما ديروا له لا بيستاج من الفوق لا حتى شي حاجه. خليوه غير كما هو. خرجتوه من الفران راه باقي حامي كما كتشوفوا باقي حامي. خصني ضروري بمساعده واحد المنديل باش ايوا كي جاكم الكيك ديالي. انا قلت لكم كيجي رائع. فيه واحد المذاق هذاك الجزر كيتكراميليزي مع ديك السكر كراميليسادو اللي عملنا في القاع ديال المول، وكيعطي له واحد النكهه ما تصوروش. كيجي رائع رائع رائع. ها نتوما بغيتو تقدموه غير هكا قدموه. انا قلت لكم كيجي من داخل معلك، ما كيجيش ناشف بحال الكيك عادي. انا قلت لكم بالنسبه للكركاع كيزيدوا واحد التعليكه، وبالنسبه للعنب المجفف او الزبيب كذلك. بصراحه كيجي زوين بزاف. انا دائما كنوجدو هذا. هيدا نهار الجمعه مثلا كنوجدو الفين دي سيمانه، باش نهار السبت كيصبح عندي في الدار. حيت كما كتعرفوا الكيك انا دائما الكيك كنوجدو نهار قبل باش التقطيع ديالو كيجي زوين. ايوا صافي هذا هو الكيك ديالي اللي وجدت معكم اليوم. انا قلت لكم انا غادا نزينو بشويه ديال الكريمه ديال البيستاج من الفوق. ما بغيتوش تزينوا والله العظيم خليوه غير هكا. كيعطي واحد المنظر زوين، ونفس الوقت يعني فيه واحد المذاق رائع. يعني واحد المذاق مختلف على الكيكات اللي كنوجدوا دائما. واصلا انا قلت لكم باقا نقولها لكم، كنضوب لكم الهضره. هذا راه ماشي كيك، هذا بودين. وجدوه وردوا عليا الخبر. وهادشي اللي بغا نقول لكم. نتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو، وكما دائما الى عجبكم بارطاجيو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم. وما تنسينيش اختي الا بقيتي كتشوفي الفيديو حتى لهذا الوقت هذا، وصلتي حتى لهنا كتشوفي هذا الفيديو، ما تخرجيش حتى ديري لي واحد اللايك. الله يكثر خيرك ويخلف عليك. فضلا وليس امرا، غير باش يعني مساعده من عندكم، من اي وحده كتشوف هذا الكيك. هذا مساعده ديالكم بان هذا الكيك ملي يعني كديروا له اللايك. اللايكات ديالكم اليوتيوب كينشروا على ناس اخرين، ما كيبقاش غير عندكم نتوما. وهذا كيتسمى واحد الفضل منكم، باش يعني باش الفيديو كيحصل على المشاهده. ونفس الوقت كيزيدني انا واحد يعني كيزيدني واحد الحماس باش كنوض نسجل معكم وصفات اخرين. وعلاش لا؟ كما كتشوفوا شوفوا كيجي من الداخل، كيجي معلك يا سلام. وهادشي اللي كاين الزيونات ديالي بالصحه والراحه. ونتمنى يلقاكم هاد الكيك هذا بالصحه والعافيه، وجدوه لوليداتكم والاهل ديالكم. وعلاش لا ديوهم تكونوا غاديين ضايفين عند شي حد. راه واحد الحاجه اللي هي جديده بصراحه. التقديم ديالو ولا التعليكه ديالو كيجي رائع وبالصحه والراحه. ونتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في وصفه مقبله وتكونوا بخير وعلى خير. وكما قلت لكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، واللي ما مشترك في القناه مرحبا بك اختي عندي. وبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وكذلك للدعم. ودابا نبقى لي نقول لكم الا مع السلامه. نتلاقاو في وصفه مقبله ان شاء الله.